الذوق بتاعتك دي. لو احنا ما كناش جبنا حاجه كنت هتقدم لنا ايه من يعني ايه مشكلتي لا ما تزعلوش نفسكم، اعتبروا نفسكم انا ما قدمتلكوش حاجه خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله. مالك؟ ايديا وجعاني خالص يا بنتي. من ايه؟ قمت الصبح لقيتها زي مفكوكه كده، تقولي رطوبه تقولي حاجه مش عارفه والله يا رانيا، الف سلامه عليك. بس وجعاني قوي والله يا بنتي بجد. الف سلامه عليك. الحمد لله، الله يسلمك يا حبيبتي. دهنتيها انت طيب؟ دهنتها يا بنتي. ابو فارس. مين ابو فارس ده يا ماما؟ ابو فارس ده اللي بيجيب. ابو فاس. ايوه هو ده. انا عرفني بقى انت يا بتقولي رانيا. كلام غريب يا ماما. هعمل له ايه بقى؟ طب اقعدي، انت رايحه فين؟ ما لا تقعدي. انا زهقانه مش قادره اقعد. هتيجي معايا؟ انا رايحه عند منى. انا قاعد معاكي معاها. شويه طيب. لا انا هروح اقعد مع منى شويه، زهقت من قعده البيت يا بنتي 24 ساعه وانا قاعده. مفيش تعالي حاجه بقى يا باكل لب يا مش عارفه ايه، بتفرج على التلفزيون. زهقت. ما كلنا كده ماما، ما انا لقيت نفسي زهقانه كده جيت اقعد معاكي شويه. خلاص تعالي نحط زهقي على زهقك ونروحوا لمنى نزهق. يلا بينا، يلا نروح نزهق يا بنت. يلا بينا. يلا. السلام عليكم. ازيك يا منى؟ مالك يا ماما؟ الف يا بنتي. سلامه. عامله ايه من؟ ازيك يا رانيا؟ مش عارفه يا بنتي. قمت إيديها من النوم وجعاني. لقيتها ايدي وجعاني قوي من هنا يا منى. من مفصل هنا؟ قلت سلامة احط عليك. ديت كده يمكن تلمها. الرطوبة دي ولا ايه؟ باين كده. انا قمت من النوم وجعاني. طب دخلونا بس يا ماما وبعد كده خشي يا رانيا. في خدي يا ايه؟ منى. ماشي يا رانيا، تعالي يا ماما اتفضلي. ومالها دي؟ تفضلوا تتكلموا من على الباب. اتفضلي. في ايه مالك يا اختي؟ مش طايقه نفسك ليه؟ ندخل نقعدوا وبعد كده نبقوا نتكلموا يا ماما. طب انا ايدي وجعاني بقى مش قادره اتكلم بقى. في ايه؟ انت بتتكلمي مالك بايدك قفشة يا ماما. كده؟ في ايه يا رانيا؟ بالراحه عليها، تعبانه بتقول لك في ايه؟ الف شفتي سلامه والنبي؟ عليك يا ماما. عامله ايه من؟ الحمد لله. بس في ايه يا بنتي؟ بالراحه. في ايه وجعاني يا ماما؟ مالك والله. انت قمتي كده فجاه؟ والله يا منى. طب ده انت زيت زيتون، ده انت دهنت ابو فارس. ده انت ابو فارس. تقولي دهنت ابو فارس. ابو فاس. ايوه هو ده. انا عارفه بقى. ريحته صعبه ده. ما هعمل ايه من ساعتها يا بنتي وانا دايخه. ما هو ريحته فواحه قوي. مم. طب ماما انا عندي مرهم كويسه اجيب لك؟ لا ما خلاص بقى يا حبيبتي عملتها. الف سلامه عليك يا ماما. بالليل برضه ادهنها دهنه كمان من ابو فارس يمكن تخف. ابو ماشي. فارس اللي انت ماسكاه لنا يا ماما اسمه ابو فاس. يا اختي ابو فاس ولا ابو شاكوش. بقول لك ايه، ما تقعديش تصلحي لي في الكلام، ما تزهقنيش. مش بتقولي الكلام صح يا ماما؟ يا ستي انا بتكلم كده. طيب انت قولي لي اللي انت عايزاه. محبش ازوق الكلام. ما انا تزعليش نفسك خلاص. اختي مالها الرطوبه دي جات لي من ايه كده يا اختي؟ مش عارفه، مع ان ايدك ما وجعتكيش كده قبل كده. لا اول مره. اول مره يا اختي من ساعه ما كنت بجرب الاكلادور. ام احمد شافتني وقالت لي الله الاكل بتاعي يا اختي حلو في ايدك يا هاله. من ساعتها الاكلادور يا بنتي يا منى، من ساعتها لا راضي يثبت ولا راضي يعمل. اتفضلي يا ماما. ام احمد يا بنتي يا من هي اللي نشتني عين. حسدتك ام احمد. جبت يا بنتي ازاز اكلادور كده لونه اللي هو البربر. بربل. هو ده. ورحت يا بنتي دهناه شافت ايدي الله ده هياكل من ايدك حته يا هاله. من ساعتها يا بنتي تقولي هي اللي كلت ايدي. معلش. قمت مش قادره يا منى. نجمك خفيف انت يا ماما، بتتحسدي انا بسرعه. نجم خفيف. انا ما بحبش حد يقولها لي في وشي كده. يقولها من ورا ظهري. اللي يقول حاجه يقول بسم الله ما شاء الله الله اكبر، مش تقولها لي في وشي كده. طب ما مرات اخوكي لابسه اخضر اهو، انا اقول لها لابسه اخضر حلو فيكي اتفضلي يا ماما. ولا اقول لها ما شاء الله يا منى جميل؟ تسلمي. العين وحشه يا بنتي. ايوه هو انت بتتكلمي على اللون ولا بتتكلمي على الازاي ان هو حلو؟ لا هي بتتكلم على الحسد يا رانيا، ان من بيقول يقول ما شاء الله، ما شاء يقول حلو الله. يقول ما شاء الله. اصل هي قصدها ذكرت اللون يعني قصدها عاجبها، بس قولي ما شاء الله على اي حاجه تعجبك. ايوه مش هو ده اخضر؟ اخضر. طيب وانت اهو زيتون. لابسه بربر. ده مندي، يعتبر مندي. انت دخلتي الالوان في بعضها. معرفش. اتفضلي. ايه ده؟ هي منى جايبه لنا الحاجه اللي احنا جايين بيها، ما عندهاش بقول حاجه كده. هو تقدمها. ايه ده؟ مش شلتي مانجا يا ماما، انتوا جايبين عصير مانجا معاكم. ايوه انا بقوله. وانت ايه يا منى ده؟ مانجا. ايه اللي الذوق بتاعتك دي؟ لو احنا ما كناش جبنا حاجه كنت هتقدم لنا ايه من؟ يعني ايه؟ يعني انت جايبه لنا شاي؟ هو في حد يروح لحد يا منى بيقدم له شاي؟ بيقدم له اي حاجه. ايه المشكله اللي موجود في البيت؟ انا دلوقتي انا عايزه افهم، ماليش دعوه بالشاي وما بشيش انا. انت دلوقتي جايبه لنا من المانجا اللي احنا بنقدموها. قله الذوق بتاعتك دي. هو الضيف اما بيجيب حاجه بيتقدم له من نفس الحاجه يا منى؟ هو اولا يا ماما انتوا مش ضيوف، ثانيا المفروض يعني ان انا اعرفه ان الضيف لما بيجيب حاجه معاه بيبقى بيحبها، فان انا اديله منها. لا وانا مش محرومه المانجا بقى. طب احنا لو انا نفسي اشرب مانجا جايبها لك اشربها. طب احنا دلوقتي لو ما كناش جبنا لك المانجا دي كنت هتقدمي لنا ايه؟ قلت لك شاي. غير الشاي ايه يعني؟ احنا دبر لك مشوار عشان تشربينا شاي؟
حول ولا قوه الا بالله. هو اللي بيجي عشان يشرب ولا بيجي عشان يزور اللي طب جاي؟ ما انا ريقي ناشف من السكر وبنتي غلبانه جايه من المشوار، انا خدتها صد رد. خلاص اجيب لك ميه ساقعه. ميه والله ده انت اللي بارده ما أنا شبه الميه. ريقك ناشف. ايه ده؟ الضيف واجبه يا منى، لو احنا ما كناش جبنا حاجه كان لازم تكرمينا. طب ليه الاحراج ده يا رانيا؟ افرضي انا ما عنديش فعلا حاجه، ده يعني ليه تقلي مني؟ انا ما سبتكوش، انا قدمت لك حاجه، ليه مكبره ليه يا الموضوع؟ اختي ما عندكيش يا حبيبتي؟ ما ليه؟ عنديش حاجه النهارده. طب اعمل امال إيه؟ شقه ابني بيروح في اللي بيبعتهولك من بره؟ اديكي قلتي بقى انت. كله على بيت اهلك انت، انا عارفاكي كله على بيت اهلك. حول ولا قوه. وقلت لك اهلك ما تروح لهمش تاني يا منى. هرد بقى، انا مش هرد. ايوه منى معلش، اخويا متغرب وبيبعت لك من بره فلوس، وما شاء الله فلوس بره حلوه، وفي الاخر انت ما عندكيش حاجه تقدميها ازاي يعني؟ هو مشكلتكم في الحاجه اللي متقدمه انتوا يعني انا مش فاهمه، هي دي مشكلتكم بجد والله؟ مشكلتكم في الحاجه اللي متقدمه؟ مشكلتي. لا ما تزعلوش نفسكم، اعتبروا نفسكم انا ما قدمتلكوش حاجه خالص. ايه اللي ما في الذوق حطيتش دي؟ حاجه. انت بتعملي لنا كده ليه منى؟ ما اعمل ايه طيب؟ ما يا رانيا انا مش فاهماكي بجد والله. هو اللي بيجي لحد يزوره ولا بيجي لا حد يشرب بصراحه من عنده؟ ربنا انا ما شفتش قله ذوق وناس ما بتفهمش في الاصول زي كمان. يعني يا منى انت عايزه صراحة حد ربنا. يجيلك وما تقدملوش حاجه؟ يعني يعني اكرام إيه الضيف واجبه. يعني ايه تقدمي للضيف من الحاجه اللي هو جايبها؟ ولا تزعلي نفسك، هقوم اعمل لك كوبايه شاي بالقرنفل، وهقوم اعمل لك كوبايه شاي بالقرنفل، ولا تزعلوا نفسكم، هي حاجه في منى البيت. انا كنت اعرف حد كان بتيجي الكياس يبقى داخل بالكياس، يفضل حاطط الكياس زي ما هي لحد الضيف ما بيدخل وياخد واجبه ويمشي، وبعد كده اصحاب البيت يفتحوا الكياس يعرفوا فيها ايه. انتوا مش ضيوف، اقولها كم مره، مش ضيوف، ده بيت اخوكي وده بيت ابنك، مش ضيوف يا جماعه. واللي انا اعرفه واتربيت عليه الضيف بيتقدم له من الحاجه اللي بيجيبها. انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ مش فاهمين. هي ليه؟ تربيتك غير تربيتنا ولا هي لا منى؟ يا استني، يعني هو معناتها الضيف بيجي وعينه في الحاجه بقى عايز ياكل من الحاجه؟ الحاجه فبيحب يدوقها، بيبقى حلو. ليه اللي هو محروم؟ جايبه محروم. اه. هو اللي بيجيب حاجه لحد بيبقى محروم؟ لا بيبقى محروم، يعني مستني الحاجه دي يدوقها. لا انا مش فاهمه. ده مش عارفة أتفاهم يبقى معاكم بصراحه ربنا ضيف مستفز لا، اللي يبقى مش مستني عارفة ياكل من أتفاهم الحاجه ويشرب من الحاجه ده. لا انا شايفه ان الموضوع كبرتوه على الفاضي والله يا جماعه. لا ده والله بيجي من أنا ابنك شايفة- يعني غلط علينا. لا انا شايفه ان انت افورتي كده وبقيتي فظيعه. هو انت كنت تعبانه مش قادره تتكلمي كلمتين من قيمه 5 دقايق، دلوقتي بقى الموضوع انا مش فاهمه. بتحسدك. كل اعوذ برب الفلك. بتحسدك حتى يا انت ماما. هتحسديني. بتحسدك. احط لكم شاي على النار. هتبقى هي وام احمد. انا غلطانه. انا مش عارفه الاقيها منها ولا من ام احمد. ان شاء الله اكبر. كل اعوذ برب الفلق. لا يا وقايمه ساتر. تعمل لنا شاي. خلوه لها تشربوا بقى. ناقصين حرق دم. صوب القرنفل. ماما قرنفل كوباية شاي ايه؟ بالقرنفل لا وناس. ما لقيتش عندي قرنفل خلق. اهو اتفضل. مش عايزه من وشك حاجه طالما انا بارتي كده. حتى القرنفل اللي انا ممكن اجيلك في اي وقت مش عندك في البيت يا منى. ده انت لو جبتي ب 10 جنيه وحطيتيه انت ده هجيب لك ب الحميد. 30 40 جنيه مش ب 10 جنيه. يعني انت معاك اهو طب 30 وما جبتيش 40 ليه جنيه. 30 40 هجيب جنيه لك، ما انا وشلتي؟ بنزل هشتري، انا ما عنديش حاجه، مش معيش فلوس، انا ما نزلتش اشتريت حاجه يا جماعه. في ايه بجد؟ ما بيحصلش عندي. بقول لك ايه، اطلبي لي انا وبنت لا، ما واحد بيحصلش. 2 كباشتينو من السوبر ماركت. ده ايه اللي هو اعمله لك في البيت يعني؟ اتصل بالسوبر ماركت اقول له هات 2 كابتشينو. ايوه اللي هو والله. طب كباشتينو ابعتي ده. هات لنا نسكافيه ولا اي حاجه، ولا ازازه حاجه ساقعه، ولا اي حاجه يا منى. لو دخل عليا ضيف وانا ما عنديش حاجه اكيد هبعت اي عيل من العيال طبعاً. يجيب لنا حاجه. بنتي كده لما بنخش لها كده على سوا بتروح تبعت طب من ما جبل تنزلي السوبر تجيبي يا ماركت. رانيا، طالما انت محموقه قوي كده محموقه. طب ما انا انزلي تجيبي انت يا رانيا طالما محموقه كده قوي. ما احنا جبنا. انزل اجيب ما عشان أنا برضه تقدمي. قدمت. يعني طب أنا قدمت بنتي ومش اللي جايه يعني تقعد انا انزل عايزة- اجيب تاني عشان اقدمه تاني عشان انت تقدميه تاني. استغفر الله العظيم. الشاي على النار يا رانيا، الشاي على النار. لا مش عايزه من غير قرنفل. يلا مش بينا عايزة. ماما يلا بقول بينا. لك يا بنتي انا قلت لك اقعدي في بيتك بكرامتك باعتبارك وانا اقعد معاكي. المثل بيقول لك ان من خرج من داره اتقل مقداره. صح يلا يا بينا بنتي. نرجعوا تاني دارنا. يلا اما نرجع دارنا عشان ما يتقلش من مقدارنا. على العموم يا منى متشكرين، العيب مش عليكي انت. ولا احنا كنا جايين نسهروا معاها نسهروا ايه؟ ونفكوا الكبت اللي عندنا. كبت ايه ده؟ هي جابت لي اكتئاب اكتر من انا مكبوته. الاقيها من ام احمد اللي قعدت تبص لي في البربر، ولا الاقيها من انا؟ الاقيها منين؟ ما عندكيش يا بت انت اكلادور؟ عندي كافيه لونه كافيه. وانا مالي اقعد في الكافيه ليه؟ انا هو مالي؟ لا لونه كافيه يا ماما. يعني ايه ده؟ يعني لونه لون البنيات بس بدرجات. يا اختي قولي كافيه. بني. لون الانتريه كده. وده كافيه؟ يعني اغمق سنه. يعني درجه من درجاته يعني. يعني انا قاعده على هي الكافيه. هتعرف لون البني يا النسكافيه. منى لكن مش هتعرف لون الكافيه. النسكافيه، ما تزعليش نفسك. يعني انا كده قاعده على الكافيه. لون النسكافيه. كافيه. عايزه اجيب لك. ينفع بنت يمشي مع ايدي مش هيبان. ولا اجيب البربر؟ ما هتحسدك ام احمد تاني. في البربر ام احمد هتحسدك لكن والكافيه. الكافيه طب مش عندك هتحسدك. بيبي بلو؟
لا انت كده عايزه تتحسدي بقى وتفضلي قاعده لنا في السرير خلاص، ونيجي لا. نخدمك. لا، وكده لا، لا، الموضوع هيطول لا، معانا. مش حاطة، انا يلا. بقول يلا بينا نروح ونرجعوا بيتنا احسن. ماشي يلا. وانا ماشيه شرب. بشتري لي انت ازازه من الصغيره ب5 جنيه. 5 جنيه؟ ايوه، 5 بروح جايباه منين ده؟ بروح عند ام جمال واديها ازازه فاضيه تعبيها لي. ايه يا ماما هو ايوه ايوه يا بيت. انا ما شفتش زعلانة ان ده. انا ما قدمتلكيش حاجه لله الامر والقبل. ما تتريقيش ضحكتي عليا يا علينا منى. ضحكتي علينا. ليه يا اختي؟ عادي، ام جمال دي افخم الستات، بيروحوا لها تعبي لهم الاكرودورات كده في ازايز ايه كده. عندها مصنع دي ولا انا ما لا شفتش اللي يا انت بتقوليه ده قبل كده. بتجيب الحاجات دي سايبه كده وتقعد تعبي في ازايز كده. هجيب أنا لك بقى اللي انت أطلب اللون عايزاه. البربر، هجيب لك اطلب اللون اللون اللي انت البيبي عايزاه. بلو كده. اطلبي اللي انت عايزاه. الكافيه ده بقى يا اختي انت هتلاقي الكافيه بتاعك وحش. ماشي. انا بقول نروح نقعدوا في الكافيه احسن. والنبي فكره يا بنتي. يلا بينا ماما. تطلبي هاجي لي ايه؟ معاكم؟ لا خليكي قاعده انت تشربي لا، الشاي. مش يلا هاخدك معايا. بقول لك يا بنتي يا رانيا، تطلبيني كابتشينو. اللي انت عايزاه يا ماما. ماشي يا قلبي، يلا. بعد كده لما تقولي لي انا مخنوقه رني عليا وانا اجي لك. ما نقعدوا تقوليش في نروح عند الكافيه، منى ما نقعدوش تاني. عند البت دي. دي بتجيب اكتئاب اكتر ما الواحد عنده اكتئاب. وخلتني ايديا مش قادره احرك. يلا بينا. شكرا يا منى. استني يا بنتي يا منى اقعدي عشان- بقى انت تشربي الشاي براحتك. اشربي الشاي يا حبيبتي. وبعدين يلا هاتي لك ماما. قرنفل عشان تشربي شاي لا بالقرنفل. مش عايزه القرنفل. أحسن بشرب برضه. بالنعناع. بصي عشان يعني أنا انت بحب عندك نعناع. طب ما انا بشرب شاي بالنعناع ما قلتليش ليه؟ ما قلتليش. ما انت ما عرضتيش اللي على عندك. كده بطلي كده. بطلي انت تكذبي قلتي لي بنتي. انت قلتي لي انت عندك نعناع اقعدي واعملك. بعد ايه؟ يلا مش عايزين يعني منك حاجة. معناتها شبه المثل اللي بيقول لك جعانه في التلك جرايه منا. تاني. يعني جعانه تعزمي كده عزومه مراكبيه. يعني ايه مش عارفه يعني ايه يا اختي؟ جعانه في التلك تكنيله بنت بارده قوي. يلا بنت يا بصراحة بنت. مستفزه. ريتنا ما جينا عندك. يلا بنت رانيا يلا. يلا بينا يا ماما. ايه ده يخرب بيت كده يا شيخه. يلا بينا حرقت دمي. يلا يحرق دمك. ست قرشانه استغفر الله العظيم، عامله نفسها تعبانه وعماله تقول لي مش قادره، وعماله اقول لها اجيب لك المرهم ومش عاجبها. ايه المشكله؟ البيت ما فيهوش حاجه، قدمت لك من اللي انت جبتيه. وانت غريبه، لا اله الا الله، حرق دم. اروح اشرب الشاي خساره فيهم ولا قرف حرق دم.